ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير دايما. النهارده كده هنروق مع بعض بقى المطبخ كده، بس امان عليكم بقى لايك كده واشتراك في القناه عشان تكبر وتنور بيكم كمان وكمان. طبعا المطبخ ايه يعني في حاجات كده مكركبه، هنروقها كده ونخليها كلها كده منوره. لايك بقى واشتراك في القناه عشان تكبروا بيكم. ده طبعا مفرش سيليكون كده جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. بحب استعمله بقى ايه في المعجنات والحاجات الجميله دي. هنطبقه كده ونحطه بقى في مكانه هو. بس ايه كده هنكون شغالين هنا. عارفين الوريد بتشجعكم وتشجعوني احلى واجمل اخوات. هنطبق كده مع بعض كده ايه في الرخامه، وبعدين بقى نجيب كل حاجه مكانها. نورتوني وشرفتوني. طبعا بعتذر عن الاضاءه لان طبعا فاتحه البلكونه، لان طبعا ايه كالعاده نور قاطع. ده طبعا ايه برغل اهوت نقعاه كده عشان ايه هنعمل كفته ان شاء الله باذن الله. كفته كده سهله وسريعه ما تاخدش وقت يعني خالص. ندخل بقى كده المطبخ كده ونخلي الفله شمعة منوره ما ياخدش منه وقت خالص. وطبعا ايه حابه اوريكم برضه ده طبعا ايه حبه البركه هي عاملاها بقى ايه حاجه بقى وصفه كده عاملاها زي ما كنت موريالكم قبل كده الحلبه. دي طبعا حبه البركه هي والسمسم. عشان ايه ربنا يبارك في اولادنا كده، يعني كل يوم ياخدوا لهم بقى معلقه كده صغيره اهيت. حبه بركه على ايه على السمسم، حاجه كده مفيده ومغذيه كده لاولادنا كالسيوم كده وحاجه مفيده يعني. حبه البركه جميله طبعا عشان ربنا يبارك في اولادنا. احسن ريحه عشان ايه اللي اولادي يشوفوها. بعد كده نسيت نعمل ايه والله استنى. نجيب بقى ايه نكنس المطبخ كده، وبعدين نخليه لك لان الحوض معانا ايه مكركب قوي. الحوض ايه مكركب خالص، هننضفه برضه ونخليه كل شمعة على النار. بس والله الحقيقة دوت عايزه انضفه. نسيب الصغيره دي هنا وننزل ايه الكبار دول. طبعا شويه هنخلي العمر تبقى فوق. قبل شويه ننزله تحت استنى. المطبخ مكركب عايزه اطلع كل ده عشان ارتاح عشان بستنى.
مين فيكم بقى بيحب يلعب اللعبه دي؟ بصوا كده، اللعبه جميله اصلا، بتاع ابن اخويا بس لسه عندنا، هعملها له لما يجي ان شاء الله. نكنس بقى يبقى في المطبخ كده. بصوا يعني حاجات بسيطة بس والله العظيم شجعتني، ما تحرمش منكم ابدا. بس عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو بقى، ممكن اغسل بقى الاطباق كده على السريع، وهشيل بقى الحاجات اللي طلعتها كده في البلكونه وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى بعد معلومات بقى الحاجات بقى في السله وكده، جبت بقى ايه اللي كده بقى، طلعت بقى ايه نمسك اللحمه مفرومه كده، نعمله بقى كفته كده سهله سهله كده، ومتاخدش مننا وقت. نغسل بقى شويه الاطباق دول. طبعا احنا لسه بدري كده، ولسه الصبح الشمس جميله جدا، لسه بحث كل خير وصحه وسكن والسعاده كده، وراحه الجواب وجبر الخطوه. ما تحرمش من الطبق. اول حاجه كده بعملها على الفرن، بغسل ايدي بكوبايه، بغسل الكوبايات عشان ايه ما تتكسرش ولا تبهدل بقى مني ولا حاجه. اهوت. بعد كده اغسل بقى شويه الاباض على الخرطوم كده، ايه ما ياخدش ايه من وقت خالص. اغسلهم وارجع لكم كده. كده بعد ما غسلت بقى الاطباق اهوت، هغسل بقى ايه بقى الاطباق كده، لا اغسل لك كوبايات، بعدين اغسل بقى الاطباق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونغسل ايه كام طبق كده، وبعدين ايه اشطفهم عشان ايه انجز الوقت ويبقى على طول، ما ياخدش وقت خالص. بالشكل ده كده. وبعدين بقى اشطفهم بقى كده وايه، واحطهم بقى ايه في الطبق يسخن. ثلاث اربع اطباق كده، وبعدين ايه هكمل بقى واحطهم بقى في الطبق يصفوا كده، وارجع لكم تاني. كده بقى خلصت اهوت، والحوض بتاعنا صفى بقى نضيفه زي الفل، وغسلت بقى العلبه القمر ديت، وشايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك. كده خلصنا بقى المطبخ بتاعنا رايق زي الفل اهوت. والعلبه الجميله ديت هنعملها ايه اعاده تدوير، ونحط فيها بقى شويه مخلل كده، شويه برنجان مخلل، حته جبنه كده بيضه، وهنحطها بقى في التلاجة على البوابه كده وجميله. اتمنى عليكم لايك واشتراك في القناه عشان تكبر بيكم احلى واجمل اخوات، انتوا في قلبي وعلى راسي كده من فوق، ما تحرمش منكم ابدا. واتمنى لكم اخواتي من مصر ومن خارج مصر في حفظ الله ورعايته، ومع السلامه.